من جنب المدرسة. هون بهالبيت عنا قصة مرعبة راح نشوفها هلأ ونسمعها من أم 3 شهداء وزوجها شهيد. الله يعطيك العافية يا خالتي. احكي لنا يا خالتي شو اللي صار عندكم هون بتاريخ 7/3؟ جوا بأمان الله، أولادي ما كانوا هون وجو بي المرضون كان جو يكشفوا عليه قاعدين، ما شفناهم فاتحوا الباب فاتوا غاروا عليهم، طلعوا يلا طلعوا لبرا، غاروا على النسوان، صاروا أخذوا موبايلاتهم منهم وصاروا ضرب قويسان هون قدام الباب، خوف هالنسوان وهالولاد الصغيرين وهيك. جاء أبوهم يقول يا عمي طولوا بالكم تفضلوا فوتوا يا عيني تفضلوا فوتوا، واللي بيقولوا اطلع وضربوا بالبارود وطلعوا بالله هونيكي. نحن ما فكرنا يعملوا هيك، طلعنا ورشوا البيت لا حكي ولا كلام. غاروا يا حرام بدو قالوا فرجوهم تسوي هيك، ما خلوهم دغري رموهم بالأرض. عادت بلشنا البعيق ما في غيرهم، هنون بطالعين فايتين وغاروا هن على البيت، وناس على السطح وناس هون حطوا دوشتهم شو شكله وبلشوا السفق، وهالولاد جمدوا جوا وهلا لبقى نعرف كيف بدنا نطلع. لبقى يومين وهنن يعذبوا هيك يعملوا، وحسرت شيء ضحكت حطينا عليهم هالبطانيات وصار يطلعوا ويفوتوا عليهم وطلعوا الموتور من بين جرياتهم، طلعوا أغراض هالبيت أخذوا، صارت تخبير يا خيي يا عيني ايش بكون ليكم ما في. كم شهيد عندك يا خالتي؟ عندي 3 شباب وبيون 4 راحوا، 4 راحوا هيك من دون لا سؤال ولا جواب، ولا بعرف كيف أخذوهم ولا بعرف كيف قتلوهم ولا شو ما عرفت وكيف ما عرفت. والله يا خيي ما بعرف ليش عملوا هيك، ما عرفت ليش هيك. بحياتهم أولادنا لا حملوا سلاح ولا حملوا بارد ولا حملوا شيء بالدنيا ولا في شيء بالدنيا، كيف صار هيك ما عرفت. متجوزين الأولاد؟ اي والله يا عيني، واحد عنده 3 أولاد، سهبنه ومشغرة من 11 شهر وجوز بنات، وواحد عنده جوز أولاد بنت وصبي ومرته حامل، وواحد يا عيني ماليشيا 3 شهور مجوزته، وراحوا قتلوه ما عرفت لشو. الله يرحمه يا خالتي. ما عرفت لشو قتلوه يا غي، ما عرفت لشو والله عمري ما حكوا حدا.